واضمن لك مشاهدة ممتعة ان شاء الله. بيبدأ الانمي بانتشار فيروس في الجو، وبنشوف البشر بيموتوا واحد ورا التاني، وبتسقط الطيارات من الجو والعربيات بتخبط في بعض، وبيكون مشهد اشبه بنهاية العالم الخاص بالبشر. لكن الغريب يا صديقي هو مجموعة من الاطفال اللي منهم بطل قصتنا اللي اسمه يو صاحبه ميكا، بيكونوا عايشين عادي في الوقت اللي بيموت فيه كل الناس. وبنسمع من الاخبار ان الفيروس مش بيصيب اي حد تحت ال 13 سنة، وعلشان كده يو واصحابه بيكونوا عايشين. ولما بيرجعوا تاني للميتم اللي كانوا عايشين فيه بيلاقوا مدير الميتم هو كمان ميت. بيتمشوا في الشوارع وهم مصدومين ومش عارفين هيعملوا ايه، لحد ما بيطلع عليهم مجموعه من الناس اللي شكلهم غريب جدا، وبياخدوهم في عربيات وبيمشوا. وبنشوف بعد 4 سنين مصاص الدماء وهم مسيطرين على العالم، واستولوا على كل الاطفال الصغيرين، وبقوا مجرد ماشيه بالنسبه ليهم، وبيتم سحب منهم الدم بشكل دوري، وبيتعاملوا اسوأ معامله. وبيدور نقاش بين ميكا ويو، وبيكون عن سخط يو عن الحاله اللي هم وصلوا ليها، وانه رافض له كل حاجه ومش عايز يعيش الحياه دي. اما ميكا فموقفه بيختلف شويه، وده لان الناس بره كلها ماتت، فهو يبقى عايز ايه غير انه يعيش وكمان يعيش مع عيلته. وبيكون في طفلين بيلعبوا مع بعض، وبيجي 2 مصاص الدماء وبيدوسوا عليهم بكل برود. لكن يو ما بيقدرش يسكت عن اللي حصل، وبيروح علشان يضرب مصاص الدماء، لكن طبعا مصاص الدماء بيبقى اقوى منه بكتير وبيكون هيقتله. وبيحاول ميكا انه ينقذ الموقف، وبيعتذر لمصاص الدماء عن اللي عمله يو، لحد ما بيتدخل السيد فريد وهو الراس الكبيره باختصار، وبيسلم على ميكا وبيقول له هتجيلي النهارده بالليل زي كل يوم ولا ايه النظام. لكن ميكا بيقول له اكيد طبعا هجيلك. وفي الوقت ده الفضول بياخدني قوي نعرف بيروح له بالليل ليه، بس خلينا ماشيين واحده واحده هتعرف بعدين. بعد كده ميكا بيزعل يو لان مصاص الدماء اقوى من البشر جدا، وان اللي بيعمله ده مش هيعمل حاجه غير انه هيأذي نفسه بس. لكن يو بيساله انت تعرف فرد منين، وهنا بنعرف ان ميكا بيروح له ويسلم له دمه اللذيذ في مقابل الاكل او اي حاجه بيطلبها، وده اللي بيعصب يو جدا، فبيضربه ضربه خفيفه وبيمشي. بعد كده بتروح اكاني تقول ليو ان العيله مستنيه علشان ياكلوا، وهو بيقول انا ما عنديش عيله، وبيحاول ينكر مشاعره دايما. ولما بيرجع البيت علشان ياكلوا بيقرب منه كل الاطفال وبيسلموا عليه وبيكونوا بيحبوا يو جدا، وبيتفاجئ انهم عاملين وليمه النهارده. وده غريب لان من بعد اللي حصل في العالم وهم بياكلوا اكل وحش وقليل. لكن اكامي بتقول ان ميكا هو اللي جاب الاكل ده النهارده وقال لي اعمله. ولما بيتحضر الاكل عشان ياكله بيكون يو عارف ان الاكل ده مقابل دم ميكا، وعلشان كده ما بيقدرش ياكل. وبيبدا يفتكر حياته وهو صغير اول ما خدوه على ميتم هايوكا، وبيتعرف على ميكا واكامي والاطفال، وبيكون غضبان جدا لانه منتحر بسببه وابوه حاول يموته. لكن ميكا بيقف معاه وبيحتويه وبيقول انهم عيله ومش هيسيبوه ابدا. الاطفال بيبسطوا بالاكل وبيناموا، ويو ما بياكلش وبيقعد يفكر في ميكا، لحد ما بيوصل ميكا وبيكون مجهد طبعا. ولما بيحاول يتكلم مع يو بيكلمه بطريقه جافه لانه مستسلم للامر الواقع. فميكا بيقول له تعالى ننزل ناكل انت اكيد ما اكلتش. ولما بينزلوا بيطلع له ميكا مسدس وخريطه، وبيكون ميكا سرقه من قصر السيد فريد. وفجاه بيقول ليو انهم هيهربوا النهارده من الحياه اللي هم عايشينها ويرجعوا تاني لحياتهم. لكن يو بيتفاجئ من كلام ميكا وبيدور في باله اسئله كتير، فبيرد عليه ميكا بيقول انا مخطط لكل حاجه ما تشيلش هم، انا هتصرف. ولو على حوار الفيروس اللي بره فهو ما بيسيبش حد تحت ال 13 سنه واحنا 12، يعني السنه اللي هنعيشها ندور فيها على حل. وفعلا بتصحى اكامي وبيقول لها ميكا تصحى الاطفال لانهم هيتحركوا دلوقتي. بيصحى الاطفال وبيتحركوا كلهم مع بعض، وبيمشوا زي ما الخريطه ما بتقول بالظبط، وبيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يفلتوا من الحراس الانفاق لحد ما يوصلوا اخيرا للنور. لكن المفاجاه ان سيد فريد بيكون واقف مستنيهم، وبيقول لهم بكل برود ازيكم يا خرفاني. جميل قوي لما الفريسه تدخل القفص، وبيجري بسرعه بيمص دم طفله من الاطفال، وده اللي بيعصب بيو وبيخليه يحاول يضربه بالمسدس. لكن فريدي بيحس ان شغفهم قل، فحب يديهم شويه امل علشان اللعبه تبقى حلوه. وفعلا بيقولوا من الخريطه اللي معاكم حقيقيه، واللي هيمشي من الممر ده هيهرب بره وساعتها مش هقدر امسكه. فيو بيقول للاطفال يهربوا بسرعه، لكن فريدي بيجري عليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني حتى اكاني صاحبته. وهنا ميكا بيقرر يتصرف، فبيقول ليو ما تنساش العائله، وبياخد منهم مسدس وبيجري على فرد. لكن قبل ما يعمل اي حاجه فرد بيطلع له في صدره وبيقطع ايده اللي فيها المسدس، فبياخد يو المسدس وبيجري على فرد وبيديله طلقه في دماغه وبيخلص عليه. بيحاول يو بعد كده ينقذ صاحبه او يهربه معاه باي طريقه، لكن ما بيعرف. وبيزعق معاه ميكا بيقول له يهرب في اسرع وقت وما يضيعش تضحيتهم على الفاضي. وفعلا بيجري يو وهو بيعيط لحد ما بيخرج بره المستعمره، وما بيكونش عارف يروح فين. وبيقابله مجموعه من الناس لابسين عبايه غريبه، وبيقول له واحد اسمه غورين انه يساعده علشان يتغلب على مصاص الدماء. فبيحضن يو وبيقول له عايز ابدا من دلوقتي ارجوك. بعد 4 سنين يو كل ما بيغمض عينه بيجي بخياله مشهد واحد بس، وهو مشهد عيلته وهو قاعد معاهم بما فيهم ميكا واكاني، ومبسوطين جدا لحد
لحد ما بيدخل عليهم فريد مصاص الدماء وبيخلص عليهم واحد واحد بما فيهم ميكا اللي بيمص دمه بشكل بشع جدا. وبنشوف يولي بقى جندي في جيش الشيطان الامبراطوري الياباني وبيعترض طريق الضباط اللي بيقتلوا وحش ضخم وبيخالف الاوامر وبيقضي على الوحش بنفسه. بعد كده بيتم معاقبته لانه خالف الاوامر وبيدخل مدرسه كعقاب ليه وما بيكونش فاهم ازاي جندي بمهارته يدخل مدرسه عاديه وازاي ده هيساعده في انه يقضي على مصاص الدماء. وعلشان كده بيكون مشاغب جدا في المدرسه والمدرس اللي عليه بيزعق معاه لحد ما بتندع عليه بنت قاعده وراه وبتقول انها من قوات الجيش وانها مسؤوله عن مراقبته وارسال تقارير بخصوصه، ولو بعد التقرير للشرطه انه مشاغب هتزيد مده العقاب بتاعته. فبيقعد يسكت غصب عنه وبيتعامل باسلوب محترم مع المدرس. واللي بيحصل بقى انها بتقول له كمان انه مش هيرجع الجيش تاني الا لو قدر يعمل علاقات مع الناس وعلى الاقل يبقى عنده صاحب واحد. بيفتكر بعد كده من 4 سنين ان قابل غورين وحكى له عن اللي حصل وان البشر ما ماتوش كلهم زي ما مصاصي الدماء ما قالوا له. البشر مش ضعفاء، البشر اتعرض للفيروس معين وكان نتيجه للفيروس ده مات عدد كبير من الناس وصارت وحوش الارض اللي بيحاربوها وكمان مصاص الدماء اللي احتلوا العالم. وقالوا انه هيساعدوا ينتقم من مصاص الدماء اللي بيكرههم، لكن من ساعتها ولمده 4 سنين ولا بيعبروا. وبتفضل شينو ماشيه وراه وتقول له يعمل صداقات احسن ليه لانه مش هيتخطى العقاب غير لما يحقق الشرط ده، وانها عارفه انه مش عايز يعمل صداقات بسبب اصدقاء اللي اتقتلوا من قبل الشيطان وهم صغيرين. ولما تبدا شينو تتكلم عن حياته الشخصيه بيزعق مع هايو وبيقول لها انه جاي هنا علشان يبقى قوي مش علشان يعمل صداقات. فبتسلم شينو ظرف في رساله من غورين بيقول له فيها انه مش محتاج حد في الجيش يكون مش بيعرف يكون صداقات. بيتعصب يو وبيمشي وبتمشي ورا شينو لحد ما بيشوفوا شويه متنمرين بيتنمروا على ولد اسمه يوتشي بيعمل نفسه من بينها لحد ما بيسمعهم بيقولوا اللي يا خروف، ودي الكلمه اللي بتفكروا في فرد في مصاص الدماء. فبيروح عليهم وبيكون لسه يعلمهم الادب، لكن شينو بتقول له انه لو ضرب اي مدنه هتزيد مده عقوبته. بيمشيوا مع يوتشي وشينو في الشارع وبيزعق يوتشي انه سابهم بيتنمروا عليه، لكن بيقولوا انه مش بيتنمروا عليه وانه بينفذ لهم طلباتهم لانه عايز خدمه من ياماناكا اللي ترشح للانضمام لجيش شيطان القمر، وانه يوصي عليه علشان يتقبل في الاختبار ويقدر ينتقم لاخته اللي اتقتلت وهو صغير على ايد مصاص الدماء. لكن يو بيزعق معاه وبيقول انه مش محتاجه انتقامك وانها لو كانت موجوده كانت هتبقى عايزاك تعيش حياتك، ونصيحه مني ما تدخلش جيش شيطان القمر لانك ضعيف جدا وهتبقى عائق قدامنا. لكن فجاه بيرن جرس التنبيه وبيتم تنبيه الناس بوجود شيطان هارب من المختبر، وفي الوقت ده اللي كل الناس بتحس فيه بالذعر يو بيروح علشان يقضي على مصاص الدماء وبيخالف اوامر شينو من تاني اللي قالت له يتصل بشركه شيطان القمر لان الموضوع اكبر منه ومحتاج دعم. وفعلا بيجري يو على خزانته وبيوصل لسلاحه وبيجري يدور على مصاص الدماء، واول ما بيوصل الفصل بتكون مصاصه الدماء قتلت عدد كبير من الاطفال وماسكه بنت زميلتهم على الترابيزه وبتمص في دمها هي كمان. وبيكون ياماناكا الولد اللي كان بيتنمر على يوتشي قاعد على جنبه ومرعوب جدا. بيخرج يو سلاحه وبيبدا في قتال مصاص الدماء وبيقطع ايديها وبيقول لياماناكا تساعده وبياخد البنت للمستشفى، لكن ياماناكا بيكون خايف وبيقول له انه مش مرشح للجيش وانه كان بيقول كده علشان بس يخوف الطلبه. بيكمل يو القتال اللي بيكون مختلف تماما عن قتال الوحوش الشيطانيه لان مصاص الدماء بيتعافوا بسرعه غريبه، وعلشان تتخلص منهم لازم تكون بتحمل سلاح ملعون. وبعد اصابات كتير لمصاص الدماء بتكون عايزه تجدد قوتها فبتروح على البنت علشان تمص دمها وتتعافى وتبقى اقوى، لكن هنا بيتدخل يوتشي وبيجري عليها يبعد عن البنت ومصاصه الدماء بتكون هتقتل يوتشي، لكن يو بيتدخل ويتفادى صاحبه فبتاخده مصاصه الدماء من رقبته وبتنط بيه من الشباك. وعلى الرغم ان يو بيقدر يطعنها بالسيف في صدرها لكنها ما بتموتش وبتكون خلاص هتخلص عليه. وهنا بيوصل غورين من شركه شيطان القمر وبيطعنها بسلاحه الملعون وبتختفي مصاصه الدماء في ثواني. بينبهر يو بقوه غورين وبيقول له انه عايز سلاح زي ده، لكن غورين بيعرفوا ان لسه مش مؤهل للانضمام لفريق اباده مصاص الدماء، وان على الرغم انه اعترف بمهاره يو الا انه مش هينضم الا لما يحصل على صديق. وبيكون يو مش فاهم ايه فايده الصديق في قتال مصاص الدماء لحد ما بيوصل يوتشي اللي بيكون خايف على صديقه يو وبيترمى عليه، لكن يو راسه تتخبط في الارض وبيغمى عليه وبيفتكر اصحابه من دار الايتام وبيصحى مفزوع. لكن بيلاقي يوتشي وشينو قاعدين معاه في الغرفه وشينو بتقول لهم تم قبولهم هما الاتنين في شركه شيطان القمر في وحده اباده مصاص الدماء، وده لانهم خاطروا بحياتهم علشان ينقذوا اصدقائهم ودي اهم حاجه عندنا في الشركه. وبعد كده بنشوف شاب اسمه يوغي صاحب ياماناكا المتنمر وهو بيحاول يدخل غرفه من الغرف اللي ممنوع حد يدخلها، وصاحبه بيحذره لكن فضوله بيكون اقوى منه وبيدخل فعلا الغرفه المحرمه. وبنشوف بعد كده يو اللي بيكون واقف مع البنت اللي انقذها من مصاص الدماء وهي بتعترف له بحبها ليه وبتدي له جواب وبتجري. وهنا شينو بتشوفه وبتتريق عليه وبتقول له ما تكسرش بقلبها واحنا كده كده اهم شعار عندنا هو التزاوج، وده بسبب نقص عدد البشر في
في العالم بعد الحادثة اللي حصلت، وعلشان كده عايزين الناس تتكاثر. وهنا حماسي بيزيد وبيقول انه عايز يبقى قوي ويقتل اكبر عدد من مصاصي الدماء، لكنها بتقول ان تدريبك بدأ خلاص وهو اللي هيوصلك للي انت عايزه والسلاح الملعون اللي هتقدر تهزم من خلاله مصاصي الدماء. وبعد كده بتوري السلاح الملعون الخاص بيها اللي بيكون عبارة عن عقدة صفقة مع الشيطان، وشيطان العقد صفقة مع اسمه شيكا. بينبهر يو بالسلاح بتاعه وبيخرج سلاحه بيقتلها، لكنها بتكون اقوى منه بمراحل وسلاحها قوي جدا. بيتمشى يو مع شينو وبيقول لها انها تقدر بسلاحها تقضي على مصاص الدماء بكل سهولة، لكن شينو بتفهمه انه مش كل مصاصي الدماء زي اللي هو قاتلها، وان في معركة بيكون مصاصي الدماء مسلحين بأسلحة قوية زينا بالظبط، وعلشان كده غورين بيسعى دايما اننا نكون فريق مترابط علشان نحمي بعض. وفجأة بيدخل عليهم يوتشي بيجري من ياماناكا المتنمر اللي عايز يبقى تابع ليه، وبيقول له ان صاحبه يوجي دخل غرفة ممنوع حد يدخلها وانه مش عارف يعمل ايه علشان ينقذه، لكن شينو بتقول ان الغرفة دي محرمة وان عقوبته ممكن توصل للاعدام، واكيد انتوا كنتوا بتلعبوا لعبة الجرأة علشان كده هو دخل. بيروح يو مع شينو ويوتشي علشان يحلوا الموضوع ده، وبتحكي لهم شينو عن الغرفة المحرمة وهي عبارة عن عجيبة من عجائب المدرسة، زي مثلا البيانو اللي بيعزف لوحده وتمثال التشريح اللي بيتحرك، واخرهم هي الغرفة المحرمة. الغرفة دي بتحتوي على شيطان محدش عمل له معاه عقد لحد دلوقتي، وهي مجموعة تحت المدرسة وبيسموها المعبد، ومخصصة تدريبات وحدة ابادي مصاصي الدماء. لكن الخطير في الغرفة دي ان لو ان الشخص مش متدرب كويس فالشيطان اللي فيها هيستولى على قلبه، وده لو حصل والشيطان قدر يستولى على قلبك زي ما حصل مع يوغي كده فانت بتتحول لكائن اخطر من الشيطان. هو بشري اكل البشر، وبيدخل الغرفة وبيشوف يوغي واقف في نص الغرفة وماسك الفاس، ويو اول ما بيعرف ان محدش عمل عقد مع الفاس ده بيقرر انه هيعمل عقد معاه علشان يقدر يهزم اكبر عدد من مصاصي الدماء. وشينو ما بتقدرش توقفه فبتؤمر يوتشي انه يبلغ وحدة ابادة مصاصي الدماء بسرعة ويجيب دعم. بينزل وبيخرج سلاحه علشان يقتل يوغي وياخد منه السلاح، لكن شينو بتحاول تمنعه وبتقول انك لسه مش مؤهل وانك لو لمست الفاس الشيطان هيستولى على قلبك بكل سهولة، لكن يو ما بيسمعش كلام حد وبيسيب سلاحه وبيجري على يوغي وبياخد منه الفاس. واول ما يمسك السلاح بتحصل حاجة غريبة قوي، وبيلاقي نفسه فجأة صغير وقاعد مع ميكا وعيلته، وبيقول له ميكا ان ده كله علشان كان بيحلم وانه بقاله كتير سرحان. بيقعد يو علشان ياكل معاهم وبيبدأ ميكا يتكلم معاه لحد ما بيسألوا انتوا عايشين ولا ميتين، فبيضحك ميكا ضحكة سخيفة كده وبيقول له انتوا اكيد ميتين، انت مش فاكر لما كنا بنحاول نهرب وفرد مصاص الدماء قتلنا كلنا واحد وانت هربت؟ لكن يو بيزعق وبيتعصب وبيقول له انا ما هربتش، انا ما كانش في ايدي حاجة اعملها وحاولت انقذك انت وكل اخواتنا لكن ما قدرتش، ومن يومها وانا بحلم بيكوا كل يوم. لكن ميكا بيقوم يوسوس ليو زي الشيطان بالظبط، وده لانه شيطان فعلا، وبيقول له اوعى تنسى انتقامنا، انت اكيد مش هتضيع موتنا هدر، وعلشان تاخد حقنا وتنتقم لينا انت اكيد محتاجه تبقى قوي، وانا قادر اخليك قوي بس انت اديني فرصه ادخل لقلبك وانا هخليك اقوى واحد في الدنيا. وطبعا دي بتكون لعبه بيلعبها الشيطان على يو علشان يستولى على قلبه، لكن يو بيرفض يسلم له قلبه وبيقول له ان ميكا عمره ما كان هيحسه على الانتقام، وانه كان دايما بيشيل كل حاجه لوحده ما كانش بيطلب منه حاجه، وبيفوق يو من الحلم اللي كان بيحلمه وبيقدر يخضع للشيطان لوحده. وبتستغرب شينو من اللي عمله وبتقول له ما يفرحش قوي كده لان الفاس لسه ما بقاش بتاعه وانه محتاج يعمل عقد مع الشيطان الاول، واللي هيقرر ده هو غورين لما يعرف اللي حصل، لكنك دلوقتي بقيت مؤهل انك تقاتل مع وحده اباده مصاص الدماء. وبنشوف بعد كده مشهد غريب جدا لفرد مصاص الدماء اللي لسه عايش وعمل ينادي على ميكا علشان يقول التقرير اللي وصل ليهم، وبيقول انهم قدروا يوصلوا لصاحبه اللي هو كان بيدور عليه، ويا ترى هتعمل ايه بقى معايا ميكا. وبيكون ميكا اتحول لمصاص الدماء بعد اللي حصل فيه. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. لو عايز تعرف ميكا يعمل ايه بعد ما تحول لمصاص الدماء وصراعه مع يو اللي هيبقى غريب كده لانهم اصدقاء،